هو يقول شيء، ده الرئيس، والواقع شيء آخر. شيء لما تقرير حقوق الإنسان يطلع يقول إنه نسبة التكدس في السجون 400%، وفي الإقسام 160%، وإنه مات، الداخلية بتقول 36، وحقوق الإنسان بيقول حوالي 80 أو 90 محتجز في أماكن الاحتجاز، سجون أو إقسام. مش بالضرورة خالص بالمناسبة سياسيين أو إخوان أو إرهابيين، لا لا لا، ده مواطنين جنائيين يعني، وبعضهم باختناق. وانت تبص تقول واحنا عايزين نحنو على الناس، لا، هو ده الحنو والحنان على الترفق بالناس؟ ولو احنا ما بيظهرش الحنو والترفق وحقوق الانسان مع الضعيف المحبوس او المحتجز، هيظهر فين؟ هيظهر فين؟ احنا الانسان، اي انسان فينا بيمتحن في غضبه مش في رضاه. يعني لما انت تغضب مني وتزعل مني او تخاصمني فتفجر، تبقى انت خلاص ظهر انك انت ندل وسلوك واطي. انما انا فرحتي واحنا فرحانين مع بعض ومبسوطين مع بعض، وبنكتب مع بعض وبنقرا مع بعض ونمشي مع بعض ونتفرج مع السينما على بعض وبعدين فخلاص وانت عامل فيها صاحبي، وفجأة لما نختلف تقوم فجر في الخصومة فظيعة جدا. يبقى ده اللي على أصلك. يبقى احنا بنمتحن بعض امتى؟ بنمتحن بعض لما نتخاصم، مش لما نتصالح. انا بان على حقيقتي امتى؟ يوم ما خصمك ابان اصيل وابن ناس وعامل حساب للعشرة، ولا ابان واطي وندل وسفيه لا محترم قيم ولا محترم حد ادنى حتى من السلوك الاخلاقي.